السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم بالخير وبركة، يسعد ايامكم ان شاء الله. حبايبي اخواتي، اليوم عنا اكلة معكرونة على الطريقة الليبية، اكلة كتير طيبة. معكرونة بالصلصة واللحمة معاها بازاليا. يلا نساويها مع بعضنا، ولو عجبتكم اكتبوا لي بالتعليقات. بدنا اول شي زيت. بدنا زيت تقريبا شي ربع كاسة شاي. استنى الزيت لحتى يسخن منيح. بننزل عليها اللحمة. اول شي بننزل عليها اللحمة. عنا لحمة خروف، طبعا انا جايب اللحمة تبع الرقبة. هي بتيجي طرية اللحمة وبتستوي بسرعة. هلا بنغطيها وبنتركها حتى شوية تستوي او شوية تاخد نار. بننزل البصلة وبنقليها هي والبصلة كمان، وبنرجع بنغطيها وبنتركها. بنهدي النار تحتها منيح وبنتركها تاخد نار منيح. هلا عندي البهارات. عندي نص معلقة زنجبيل، نص معلقة فلفل أحمر، وعندي نص معلقة فلفل أسود، وعندي بزر كزبرة، وعندي قرفة. هلا بنحركهم مع بعض. حتلاقوا البهارات بصندوق الوصف، بتقدروا تحطوا أي بهارات بدكم إياها. الأكلة كتير طيبة، ما بدها يعني إنه بهارات معينة أو مخصصة. هلا بعد ما تتقلى مع بعضها وقلبت البهارات مع اللحمة مع البصلة، هلا بجيب معلقتين ونص دبس البندورة أو دبس الطماطم أو عصير الطماطم. هلأ بنزل عليها تقريبا 3 لتر مي، 3 لتر ونص مي تقريبا. هلأ عندي كركم أو بزار بيسموه بليبيا، احنا بنقول عنه كركم مطحون. بنزله هيك مالت المي بنزلها. هلا عندي ملح حسب الرغبة، انتو قديش بدكم ملح بتحطوه، هيدا الشي بيرجع لكم. بعد ما قربت تستوي اللحمة نزلت البازاليا، لأنه ما رضيت نزل بازاليا بالبداية لأنه بتدوب البازاليا واللحمة بتاخد استوى كتير، لهيك نزلتها قبل ما تستوي، قبل ما انزل المعكرونة عفوا. هلا أنا عندي معكرونة كيلو يابس، معكرونة عادية. هي المعكرونة، هي بالذات المعكرونة كتير طيبة للمعكرونة بالصوص أو بالصلصة. هي جربوها المعكرونة، هذا النوع كتير طيب المعكرونة، أو هي القطع يعني. شوفوها، هي بتمشي مع هي الأكلة كتير طيبة معها وسريعة. هلأ بنغطيها. هلأ بنتركها بنغطيها وبنهدي النار تحتها وبنتركها تستوي على راحتها. هلأ طبعا هي أكلة كتير سريعة يعني. هلأ بعد ما استوت، هلأ بننزلها مثل ما انتم شايفين. بتمنى الفيديو لو عجبكم تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس مشان يصلكم كل جديد، والضغط على زر الإعجاب. وربي يحفظكم ويكرمكم إن شاء الله. وإن شاء الله سنة خير علينا وعليكم، ينعاد عليكم بالخير والبركة والسلامة. وهلا بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وربي يحفظكم ويكرمكم إن شاء الله. السعادة والفرح دائما.